هدفع لك 2000 دولار، 2000 دولار في الاسبوع الواحد، هتعمل معايا شغل اونلاين. ايه تفاصيل الموضوع ده؟ وايه حكاية ال2000 دولار في الاسبوع؟ تعالوا بينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. شير ولايك وكومنت عشان الفيديو يوصل لكل الناس اللي احنا عايزين ان هم يستفيدوا معانا. صليتوا بينا على النبي. في رسالة بتيجي على الايميل لبعض الناس، رسالة بتجيلك على الايميل لبعض الناس، يقول لك انا عايز ناس تشتغل معايا اونلاين. طيب في مجال ايه؟ هيقول لك في مجال التسويق الالكتروني، في مجال التسويق الالكتروني. طيب انا لو جات لي رساله زي دي، حاجه فيها اغراء، يعني انت بتتكلم ايه في مبلغ كبير جدا، فاي حد هيجيله رساله هيبقى فيه عمليه اغراء نفسي قوي. إيه ان انا عايز اشتغل معاك وعايز ان انا اكسب 2000 دولار في الاسبوع. طيب فحضرتك بترد على الرسالة بتقول له انا مهتم. هو بيقول لك لو انت مهتم ابعت لي الرد علشان نتكلم زيادة في التفاصيل بتاعة الموضوع ده. فطبعا في ناس تبعت تقول له انا مهتم، انا عايز اكسب ال2000 دولار في الاسبوع ده، انا اعمل ايه عشان اكسب الفلوس دي معاك؟ انا موافق ان انا اشتغل اي حاجه. يبتدي يقول لك ايه بقى في ايميل تاني جاي؟ طيب تحب تاخد الفلوس عن طريق تحويل كذا ولا كذا ولا عن طريق حساب بنكي؟ يبتدي يدي لك ايه 4-5 اختيارات، 4 أو 5 اختيارات. حضرتك تقول له ايه مثلا؟ انا عن طريق الحساب البنكي بتاعي. يروح جاي لك رسالة تانية يقول لك طيب خلاص احنا موافقين وهندفع لك مقدم 2000 دولار، يعني مقدم شغل بينا 2000 دولار. موافق؟ كل دي ايميلات ايه رايحة جاية. اللي بيبعت لك حاجة زي دي مش بيروح ايه قايلها لك على طول، بيتنه رايح جاي معاك علشان انت تاخد ثقة اكتر. وانا اسف في اللفظ، يعني كل ما يبقى الانسان طماع اكتر بيخلي النصاب يكسب اكتر. فطبعا هو بيبتدي يبعت لك كذا ايميل عشان يبقى في ثقة بينك وبينه، وخلاص احنا اتعاملنا مع بعض كتير والثقة بقى بيننا موجودة. وتيجي بقى الرسالة المهمة، يقول لك يعني انت دلوقتي عايز ان احنا نبعت لك على حسابك البنكي؟ تقول له يقول لك طيب احنا عايزين منك بيانات 1 2 3 4، ويبتدي يطلب منك بيانات معينة. البيانات اللي هو بيطلبها منك دي عبارة عن بيانات حسابك البنكي. حضرتك تبتدي ان انت تثق اكتر في الكلام. يروح بقى باعت لك في الايميل الاخير لينك ويقول لك اضغط على اللينك ده عشان تشوف المنتجات اللي انا هخليك تسوقها. خلاص احنا كده بينا بقى عشرة وعيش وملح وبناكل ونشرب سوا. اضغط على اللينك ده عشان تشوف المنتجات اللي انا بعرضها عليك واللي انا عايز ان انت تسوقها، وقول لي المنتجات المناسبة ليك يبتدي يعمل معاك عملية ثقة. طبعا اللينك ده لو حضرتك ضغطت عليه، لو انت ضغطت على اللينك ده انت كده خلاص، يعني هو دخل الجهاز بتاعك. مجرد ان انت تضغط على لينك فهو كده دخل الجهاز بتاعك. وطبعا انت ما بتبقاش عارف اي حاجة في هذا الموضوع، وانت واخد الموضوع ثقة، وممكن تفتح لك صفحة عادية وفيها منتجات وفيها كل حاجة. طيب الغرض من الكلام اللي انا بقوله بقى؟ اول حاجة ما تبقاش انسان طماع. مفيش حد
هيديلك 2000 دولار في اسبوع ولا حتى في شهر، وانت قاعد بتشتغل هنا في مكانك. اللي بيقولك كده بيبتدي ان هو يطمعك عشان انت تثق فيه. دي حاجة. تاني حاجة، ما تضغطش على لينك او صورة او رابط او اي حاجة تجيلك من حد انت متعرفوش. ونصيحتي حتى لو انت حد تعرفه، ما تفتحش لا صور ولا فيديوهات ولا تنزل تطبيقات انت ما تعرفهاش، ولا حد يبعت لك يقول لك ده الخبر الفلاني بيقول لك ان هو مش عارف فيه ايه، اضغط عشان تقرا الخبر كامل، لينك عشان تدخل منه على الفيس وفي خبر بيقول ان مش عارف ايه، فبيدي لك حاجة مهمة قوي تهمك. فحضرتك ممكن تضغط على الرابط ده يروح مدخلك يقول لك يرجى التسجيل على حساب الفيس بتاعك، لان يعني دخل بقى كلمة السر واسم المستخدم. ففي حاجات مهمة جدا لازم تعرفها. بيانات حسابك البنكي، البيانات بتاعت حسابك البنكي، لو حد بعت وقال لك اديني بيانات عايز ابعت لك فلوس، ما تديش بياناتك لحد. ما تديش بياناتك لحد. لو طلب منك بيانات 1 2 3 4 كذا حاجة معينة، ممكن يكون طالب منك بيانات مش مطلوبة للتحويل. فانت قبل ما تديله اي بيانات كلم خدمة العملاء بتاعة البنك بتاعك وقول لهم انا في واحد عايز يعمل لي عملية تحويل وطالب مني بيانات 1 2 3 4، ايه البيانات المناسبة اللي انا اديها له عشان يبعت لي فلوس. ده لو انت جاي لك فلوس رسمية، انت عملت له شغل اونلاين، عملت له مثلا ترجمة، عملت له حاجة، فتكلم خدمة العملاء في البنك بتاعك اللي انت عامل فيه حسابك عشان يقول لك البيانات اللازمة عبارة عن 1 2 3. ممكن هو يكون طالب منك بيانات ازيد وانت مش عارف ايه البيانات المطلوبة، فلازم تتأكد من خدمة العملاء. دي اول نصيحة. تاني حاجة، لو جالك ايميل او حد بعت لك على الواتس وانت ما تعرفش الشخص ده، يعني ممكن انا بيجيلي مثلا رسائل على الواتس من ارقام انا ما اعرفهاش، بيجيلي ايميل من ناس انا ما اعرفهاش. لو جالك ايميل من حد ما تعرفوش او رسالة من رقم انت ما تعرفوش، نصيحتي ما تفتحش الرسالة اصلا وما تهتمش بيها. ما تفتحش الرسالة ولا تهتم بيها ولا تضغط على رابط ولا صورة ولا تقبل تعمل داونلود لأي مرفقات حد بعتها لك، لأن ممكن يكون ده فيه يقدر يدخل على الجهاز بتاعك وياخد بيانات، ممكن ياخد حسابك، ممكن يعمل لك مشاكل كتيرة قوي. فدي النصيحة اللي أنا بقولها لك. اوعى ان انت تكون انسان طماع، وتأكد تماما ان مفيش حد هيديلك مبلغ بالحجم ده من غير ما هيبقى فيه سبب، او ان هو يكون بيطمعك عشان يسحب رجلك وياخد منك بياناتك وياخد منك حساباتك. فخلي بالك كويس جدا. واي حد يقول لك هبعت لك فلوس او هعمل لك حاجة، لازم تكلم البنك بتاعك وتتأكد من صحة البيانات اللي انت مفروض تديها للشخص ده، علشان دايما النصاب عمره ما هيعرف يشتغل لو ما كانش فيه طماع. متنساش في التعليقات تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، شير ولايك وكومنت، ووصل الفيديو لكل واحد انت بتحبه. سلام عليكم.